السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم أخوكم علي البغدادي من قناة علي البغدادي. طبعا أول شيء أحب أشكر 2000 مشترك اللي اشتركوا بالقناة، 2212 مشترك. وطبعا هذا القناة فتحتها قبل أسبوع مثل ما تشوفون، ونزلت بها عدة فيديوهات، فأحب أشكر كل من اشترك بالقناة. طبعا هذه قناتي جديدة، وعندي قناة أولى اللي هي قناة وحش الشروحات. فبما انه احنا البارحة شرحت لكم فيديو كيف تسوي حسابات وهمية ومؤكدة برقم امريكي، وكذلك مؤكدة بايميل مؤقت. وهذا اني طريقتين تساعدك على تجميع النقاط، بحيث الحساب الوهمي اللي تدخله بالبرنامج راح يجمع لك اكبر عدد من النقاط. فلذلك اكو بعض الاشخاص يعني ما عندهم روت ومن هذا السوالف مال التهكير، وما عندهم خبرة كافية بالبرامج، فلذلك جبت لهم برنامج حلو، ومن خلال هذا البرنامج تقدر تدخل حسابات وهمية، ومن عن طريق الحسابات الوهمية ترشق حسابك الأساسي. طبعا أنا هذا البرنامج شرحه تقريبا قبل 3 أشهر بقناتي اللي طارت، اللي هي قناتي القديمة، قناة علي البغدادي. اليوم هم راح أرجع أشرحها لكم إن شاء الله تستفادون. فأول شيء على سبيل المثال أنت سويت حساب وهمي، وعندك على سبيل المثال حساب أساسي. مثلا هذا حساب أساسي، وهذا الحساب الوهمي اللي سويته. أنت تجي داخل حسابك الوهمي، تجي تنسخ اليوزر، تجي تدخل على البرنامج. طبعا تحط هنا اليوزر، وهنا تحط الباسورد. بعد ذلك تضغط على لوجن. طيب راح تنفتح عندك هذه الواجهة. طبعا هو يعطيك 20 نقطة هدية. طيب انت شلون تجمع النقاط، يدوي او تلقائي؟ طبعا تضغط على هذا الخيار تجمع النقاط اليدوي مثل ما تشوفون، والتجميع سريع جدا مثل ما تشوفون. النقاط شلون تزيد بسرعة رهيبة، 22 23 24 مثل ما تشوفون 25. السرعة رهيبة بالتجميع. او تضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفون، على هذا الخيار اللي فوق، تضغط على هالبلا، هو يجمع يعني تلقائيا بدون ما انت تضغط. والميزة الحلوة بهذا البرنامج بان انت تدخل حسابات وهمية وترسل ترسل النقاط الى حسابك الاساسي. وهذا الشيء حلو بهذا البرنامج، ويفيد الاشخاص اللي المبتدئين اللي ما يعرفون مثلا طرق التهكير من هذا السوالف. طيب خلينا نوقف البرنامج. طبعا خلينا نجمع لنا عدد من النقاط ونرجع لكم. رجعنا لكم أصدقائي. طبعا جمعت فقط 40 نقطة، ضغطت عليها تجميع تلقائي بما شربت مي وجيت، فجمعت 40 نقطة. فشلون ترسل المتابعين إلى حسابك الأساسي؟ طبعا تضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفون بالأسفل. بعد ذلك تطلع عندك هاي الأعداد، تضغط على العدد اللي أنت يعني تريد ترسل للمتابعين، ويكون على حسب النقاط اللي عندك. مثلا هسه أنا عندي 40 نقطة، أضغط على هذا الخيار الأول. طيب هنا يطلع عندك الاسم. طبعا هذا الحساب اللي أنت تجمع به، شلون ترسل المتابعين إلى حسابك الأساسي؟ تمسح هذا الخيار مثل ما تشوفون. طبعا تمسحه. مثلا الحساب الأساسي اللي احنا نريد نزود للنقاط، اللي هو قلنا هذا الحساب. طبعا انا دا اشرح بالتفصيل على مود حتى اللي ما يعرف يفتهم ويكون عنده الشرح بشكل واضح. طيب طبعا هنا تلصق اليوزر الأساسي اللي هو حسابك اللي تريد ترشق له. بعد ذلك تضغط على هذا الخيار. بعد ذلك هم تضغط على ثبت. حلو. هسه احنا صرفنا النقاط اللي هن 20 متابع. طبعا هو الحلو بيه ينطيك اكثر من 20، بس شوية يتأخر، يعني ما يتأخر يعني هواي. طبعا تنتظر شوية قليل تظل تحدث مثل ما يشوفون. هاي اول متابع، ثاني متابع، مثل ما يشوفون هاي متابعين. طبعا اذا تريد تتأكد بان البرنامج هو نفسي اللي جاي يدز لك نقاط، طبعا اكو كل برنامج بيه تفاصيل. طبعا تضغط على هذا الخيار مثل ما تشوفون، اكو خيار اعلام. طيب وينك؟ لا هسه نتأكد لكم.
حلو، هذا الخيار اللي هو اسمه سفار شات. مثل ما تشوفون احنا طالبين هنا 20 متابع. لحد الان المتابعين اللي وصلوا لنا هم يمكن 6 متابعين. خلينا نشوف ونتأكد. 6 لو 4 هاي. مثل ما تشوفون اذا هو نفسية البرنامج اللي جاي يدز لك المتابعين. طبعا تروح البيانات تشوف البرنامج شلون جاي تدفق المتابعين لحسابك. فمن خلال البيانات مثل ما تشوفون هاي 10 متابعين وصلوا لحد الان، هذا يجون المتابعين. فأتمنى هذا الشرح عجبكم، وإذا عجبك اضغط لايك، وإذا ما عجبك اضغط ديسلايك، وعلق تعليق من ذوقك إذا حبيت في أسفل الفيديو. أنا متشارك في السحب على حسابات الانستغرام إن شاء الله بالأيام القادمة، وكتبوا لي بالتعليقات. بالنسبة للموضوع الروت مثل ما قلت لكم، طبعا شباب اللي يريد ينزل روت الجهاز، طبعا انت تدخل على الضبط، وبعدين تدخل على الحالة. بعد ذلك بعد ما دخلت على الضبط والحالة راح تشوف اصدار جهازك. مثلا على سبيل المثال اصدار مثلا جهازك مثلا 6.0.1 على سبيل المثال، او 7.0. فانت شو تسوي؟ تروح لليوتيوب يا عزيزي يا قلبي، تكتب باليوتيوب روت لجهاز 7.0، او مثلا روت لجهاز 6.0.1، روت لجهاز. يعني انا عندي جهاز واحد اشرح عليه. شلون انزل لك روت مثلا لجهاز مثلا جالكسي اس 6؟ شلون يعني شلون؟ بس فهمني. انا مو مثلا عندي عدة اجهزة على مود انزل لكم روت لجهاز مثلا 6.0 روت لجهاز. فهمتوا حبايب قلبي؟ فاتمنى هذا الشرح عجبكم. فاي شيء غير موضوع الروت اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله ننزلكم اياها بالايام القادمة. كان وياكم اخوكم علي البغدادي من قناة علي البغدادي. تحياتي لكم.